السلام عليكم. كلمتين باختصار. هو ليه ربنا بيعلق قلوبنا بحاجات مش لينا؟ هو ليه ربنا بيزرع جوانا امل في حاجات مش من نصيبنا، وبيدينا القوة والامل ان احنا نجري وراها بكل طاقتنا عشان نوصل لها، وهو عارف ان احنا مش هنوصل لها في النهاية؟ اسمع معايا الفيديو لحد الاخر عشان فيه اجابة على اسئلة كتير كلنا بنسأل نفسنا السؤال ده. هو ليه ربنا بيعلقنا بحاجات مش لينا ويخلينا نجري ونسعى فيها وهي مش لينا؟ بص يا سيدي، الأول صلي على النبي، ودايما كتر من الصلاة على النبي على لسانك عشان ربنا يسهل لك كل الأمور. تاني حاجة، لما ربنا بيعلق قلبك بحاجة عشان تجري وراها، عشان تسعى ليها وبكل طاقة عندك تجري وتسعى ليها، وبالرغم من كده متبقاش بتاعتك، سواء الحاجة دي حب عايز توصله، أو حب انت حبيته، أو وظيفة، أو بيت، أو عربية، أو أيا كان الهدف اللي انت عايز توصله، وهو مش ليك في النهاية. أحيانا ربنا بيبقى بيعدك لحاجة تانية أكبر، فبيديك دروس في السعي على الحاجة دي، بيعلمك منها خبرات، كورسات كتير جدا في الحياة ما تقدرش تديهالك، كورسات كتير جدا موجودة في كل مكان عمرها ما تقدر تديك الخبرة والعلم والأفكار والإحساس اللي هتلاقيه في السعي ورا حاجة مش ليك. هتتعلم في السعي حاجات كتير جدا، هيتعمل لك تأهيل نفسي وعقلي وتاريخ يخليك مؤهل للي جاي. اللي جاي ده ممكن يبقى حاجة أكبر، أحسن، أفضل، أنت ما أنتش عارف. ربنا سبحانه وتعالى مش هيخليك تسعى على حاجة وتجري عليها إلا إذا كان وهو عارف إنها مش ليك بيعدلك حاجة أحسن منها، عشان ربنا أكرم الأكرمين. بص يا سيدي، لما هتعمل كده وتسعى على حاجة وما تبقاش من نصيبك مرة واتنين في حاجة واتنين، لما انت نفسيا وعقليا وبدنيا وروحك تتعلم وتتأذي وتاخد خبرة وفهم للحياة، هتبص تلاقي ربنا جايب لك في وقت مناسب جدا انت ما تعرفوش، هو اللي عارفه، بيجيب لك حاجة احسن بكتير مما تتخيل. ربنا عايزك زي ما هو سبحانه وتعالى بيقول لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني تيجي تقول يا ريتني ما كنت جريت في المشوار ده، ولا يا ريتني ما كنت جريت ورا الحد ده اللي بحبه، ويا ريتني ما كنت سعيد في الشغل ده، يا ريتني ما كنت حاولت اعمل. لا، ربنا مش عايزك تقول كده. ربنا عايزك تسعى حتى لو فشلت ما تزعلش، ولو نجحت ووصلت للي انت عايزه ما تفرحش. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تزعلش على اللي راح منك، ولا تفرحوا بما آتاكم. لو وصلت للمرحلة دي نفسيا هتبص تلاقي الدنيا ظبطت معاك ظبطة انت مش متخيلها. صدقني، ربنا ما بيعملش حاجة وحشة، ومفيش حاجة في الحياة من غير حساب. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقول لك عليها إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني كل حاجة عند ربنا بالقدر المظبوط وبالميزان بتاع ربنا، بس انت سلم ليه. ولا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. دمتم على خير.